وتوصياتنا للتداول على مدار اليوم. وحابب أقول لحضراتكم في البداية إن النهاردة ومن بداية الجلسة الأوروبية هيكون لدينا وفي عرض خاص، وضمن الفترة التجريبية والدعائية هيكون لدينا بث لشاشة التداول الاحترافية، والتي تجمع بين التداولات السكالب على الذهب، هيكون ثابت معاك شرط الذهب السكالب، إضافة إلى التداولات اليومية والتمركزات إلى يمين الشاشة. ويمكن الناس اللي دخلوا على قناتنا على تليجرام عرفوا إن الشاشة أول إن وان دي اللي بتدي لك من ناحية على الجانب اليمين بتدي لك التمركزات والتداولات اليومية، وعلى اليسار بتدي لك السكالب على الذهب على مدار اليوم، ويضمن لك حوالي 10 صفقات على الذهب على مدار اليوم، إضافة إلى التداولات اليومية اللي بنتمركز فيها مع أهداف أبعد شوية. فده هيكون بداية من الجلسة الأوروبية، وعلى مدار تلك الجلسة يمكن نكمل حتى بعد الجلسة الأمريكية. فما تنسوش بقى اشتركوا في القناة، تابعوها، وادخلوا شاركوا مع البث اللي هيبتدي مع بداية الجلسة الأوروبية. حابب برضو أقول لحضراتكم النهاردة إن وبصرف النظر عن الأخبار، ولكن بالنسبة للذهب تحديدا الذي نجد أن المتداولين قلقين جدا بشأنه، لدينا ايه بالنسبه للذهب؟ مبدئيا بالنسبه للذهب لدينا مناطق فيها صعوبه لاختراق الذهب ليها، لا سيما على ضوء الاحداث في الفتره الماضيه وخلال تداولات هذا الاسبوع. طبعا الاحداث ملتهبه جدا، الامور الجيوبوليتيكيه مرعبه، وكلام عن ضربات نوويه واستهداف العمق الروسي، ولكن حتى الان الذهب لم يخترق مستويات 2645 2650. فهذا الامر ما يدينيش اشاره ان الذهب قادر فعلا على ممارسه هذا الشكل. وبالتالي اذا حبيت انك تبيع الذهب، يعني انصح طبعا بوقف خساره محدود عند مستويات 2660 2665. اما الاهداف فهتكون اهدافك هي العوده مره اخرى الى مستويات 2540. ده بالنسبه للذهب. امتى هنبتدي نتكلم في الشراء؟ لما الاقيه حقق اختراقات لمستويات 2660 واغلق عليها، وفي تلك الحاله هاخد برضو الاحوط ووقف خساره عند مستويات 2640، والاهداف العوده الى القمم السابقه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. اما بالنسبه لي تداولات الداو جونز، فلازم اقول لحضراتكم على حاجه بالنسبه لتداولات الداو جونز. الداو جونز ما زال ضمن نطاق الشراء، يعني اي حديث عن ان الداو جونز تحول للبيع لسبب او لاخر، لدينا مناطق دعم قويه جدا بالنسبه للداو جونز. مستويات ال 43 هي منطقه قياسيه جدا، ثبات التداولات عليها يدعم مزيدا من الصعود باتجاه مستويات ال 44. اما الكسر تحتها فهيكون لديك يعني ممكن تدخل في صفقات بسيطه للتداول على البيع، ولكن افضل دائما طالما اننا نرى هذا الاتجاه العام للداو جونز صاعد ان نكون ضمن المشترين. اما بالنسبه لتداولات الناسداك وخلال اليوم، طبعا كان عندنا امبارح يعني اعتبره تصحيح، هذا الهبوط كان هبوط تصحيحي بالاساس، ولذلك ثبات التداولات اعلى مستويات 20500 يدعم مزيدا من الصعود للناسداك مع طلب مستويات ال 21 و100 كهدف اول. اما بالنسبه ل تداولات البيتكوين فحدث ولا حرج، اي تراجعات هي تراجعات تصحيحيه. مناطق الدعم بالنسبه للبيتكوين تغيرت تماما، مستوى 83 بقت مستوى دعم قياسي حاليا. اما بالنسبه للاهداف فممكن نعدلك لغايه مستويات ال 96 وال 97، واختراق تلك المستويات سيؤكد النظره اللي تحدثنا عنها قبل حوالي عامين من ان مستويات ال 100,000 هي المستويات التي يريد البيتكوين ان يغلق بها تداولات عام 2024. هذا كل ما لدينا حتى الان. بدعوكم لمتابعه القناه وتفعيل الجرس والاشتراك فيها ليصلكم كل جديد، وادعوكم ايضا لمتابعه البث المباشر اليوم في 10 صباحا، والذي ياتيكم دون محلل، ياتيكم من خلال شاشه البث، شاشه التداول المدرب بالذكاء الصناعي، التي تعرض عليكم جانبين: الجانب الاول للتداولات التمركزيه